أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، إليكم تكملة حل تمارين تأكد من فهمك. صفحة 47 رياضيات الصف الثالث المتوسط، تحليل المقادير الجبرية بالنسبة للمجموع مكعبين وفرق بين مكعبين. أخذنا بالفيديوهات السابقة طريقة تحليل بالنسبة للفرق بين مكعبين وبالنسبة للمجموع أيضا بين مكعبين. قلنا الفرق بيناتهم إنه لازم الشروط، يعني لازم يكون عندي الحد الأول إلى جذر تكعيبي والحد الثاني أيضا إلى جذر تكعيبي، وبيناتن أما سالب أو موجب. إذا كان بيناتن سالب فهو فرق بين مكعبين، وإذا كان بيناتن موجب فهو مجموع مكعبين. طبعا أخذنا القوانين اللي هي قلنا إذا كان عندي فرق بين مكعبين، أخذنا بالفيديو السابق اللي هو مجموع مكعبين. قلنا إذا كان مجموع مكعبين يعني بالجمع يجيني، فلازم يكون عندي قوس صغير وقوس كبير اللي هو عبارة عن مجموع. هنا يصير الجذر التكعيبي للأول، الجذر التكعيبي للثاني، ومربع الأول عكس الإشارة سالب الأول في الثاني اللي هو AB، دائما موجب مربع الحد الثاني. هاي بالنسبة لمجموع مكعبين. وإذا كان عندي سالب فلازم يكون عندي A ناقصا B، يكون A تربيع عكس الإشارة يصير هنا موجب، يصير عندي هنا AB دا موجب B تربيع. فالاختلاف يكون عندي فقط في إشارة الوسط هنا وإشارة القوس الأول اللي هو الصغير، إذا كان عندي مجموع وإذا كان عندي فرق. هاي الأسئلة قبالك هي كلها عبارة عن فرق بين مكعبين، يعني احنا أخذنا بالفيديوهات السابقة مجموع مكعبين، وأيضا أخذنا بعض التمارين بالنسبة للفرق بين مكعبين. فإذا أجي أريد أحلل، هذا هو خط كسر. الخط الكسر أحلل البسط واحد والمقام واحد، يعني حيكون عندي أقول الحل على حسب القوانين، أقول يساوي قوس صغير وقوس كبير. أجي هنا عندي بالبسط واحد، الواحد جذر التكعيبي هو واحد، جاي من واحد في واحد في واحد على السي تكعيب، جذرها التكعيبي يلغي لي التكعيب فيبقى عندي فقط السي. عندي هنا شنو فرق اللي هو السالب، وهذا نفس الحالة حيكون عندي واحد الجذر التكعيبي للواحد بالبسط، وبالمقام عندي جذر التكعيبي للثمانية هو اثنين، يعني جاي من اثنين في اثنين في اثنين. تيجي بعدين على الحد الأول، مربع الأول يكون واحد في واحد واحد على سي في سي، يصير عندي سي تربيع عكس الإشارة عندي سالب هنا، تصير هاي موجب. بعدها يكون الأول في الثاني واحد في واحد، حيصير عندي واحد بالبسط، وسي في اثنين حيصير عندي اثنين سي بمن بالمقام، اثنين سي بالمقام، معناها واحد على اثنين يعني واحد على اثنين سي. زين، تجي هنا دائما موجب، فيكون عندي مربع الثاني اللي هو واحد في واحد واحد، ومربع المقام يصير عندي اثنين في اثنين أربعة. هاي بالنسبة للتحليل بالنسبة للفرق بين مكعبين بالنسبة لأول واحد. تيجي على الثاني واحد، قلنا من شروط الفرق بين مكعبين أو مجموع مكعبين لازم يكون عندي جذر تكعيبي للحد الأول موجود، وجذر تكعيبي للحد الثاني أيضا موجود، حتى يسهل عندي أمور التحليل بالنسبة لمجموع مكعبين أو فرق بين مكعبين. هنا 25 ما لها جذر تكعيبي، وعندي واحد على 5 أيضا ما لها جذر تكعيبي، فقط الآن تكعيب إلى جذر تكعيبي. هنا أنا لازم أطلع عامل مشترك، أتخلص من 1 على 5 كعامل مشترك، فأقول يساوي العامل المشترك راح أسحبه هو 1 على 5 وأفتح قوس. 25 تقسيم 1 على 5 حيصير عندي 25 تقسيم 1 على 5 كمسودة حتى أخاف مفاهمها. عندي أنا من شروط القسمة تقدر تقلبها إلى ضرب وتقلب بسط، يصير مقام، مقام يصير بسط، إذا راح يصير عندي 25 في 5، فيصير عندي 25 في 5 ويساوي ليش قد 125، فهنا راح يكون عندي 125. بعدين تيجي على الثاني عندي سالب، الثاني 1 على 5 حتروح ويا 1 على 5 تبقى فقط عندي ان تكعيب، ان تكعيب. هسه صار عندي هذا القوس بالداخل هو يحلل فرق بين مكعبين، أقدر أحلله، أقول يساوي، أفتح قوس صغير وقوس كبير. طبعا الواحد على 5 تنزل، الواحد على 5 بعد ما أخذناها عن مشترك تنزل يعني وراء القوس الصغير قبل القوس الصغير. تيجي عندي هنا سالب، أنزل سالب هنا. 125 جذرها التكعيبي هو 5، جاي من 5 في 5 في 5، والأن تكعيب جاي من أن في أن في أن، إذن أن جذرها التكعيبي. مربع الأول حيكون 5 في 5 25، عكس الإشارة عندي هنا سالب يصير هنا موجب. الأول في الثاني 5 أن، 5 في أن 5 أن، دائما موجب، مربع الحد الثاني اللي هو أن تربيع. طبعا ينتهي التحليل بالنسبة لهذا السؤال.
هاي الأسئلة المقابلة اللي جوا هي مشابهة، هذا السؤال مشابه للسؤال الأول، فقط أنا كان عندي واحد هنا، صار عندي هنا 27 أقدر أحللها، 27 منين جاية، أيضا حالة حال بقية. فهاي تكون واجب عليك حتى تعرف شلون تحل. وهذا أيضا مشابه للسؤال الثاني، أيضا بعامل مشترك، حاول أنه تفهم شلون تحله، وواجب عليك يكون. وهاي كانت مجرد ملاحظة لك حتى تعرف شلون تقسم الكسور فيما بينهم.